صباح الخير. ازيكم كلكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده صاحيه كده حاسه ان انا عندي مشكله شويه. حسيت بملل من وجبه الفطار، يعني بقالي فتره تقريبا بكرر نفس التحضيرات اللي انا بعملها. حاسه كده ان انا نفسي اكل حاجه unhealthy، جبنه رومي كده سايحه او بطاطس محمره او اي حاجه من الحاجات دي. وعلشان اقاوم الشعور ده بحب دايما ان انا اشغل دماغي بسرعه واجهز تحضيرات جديده ما عملتهاش قبل كده. زي ما انتوا عارفين ان انا بعمل هيلثي لايف ستايل، ومش دايت ولا اي حاجه، بس انا ماشيه على نظام حياه صحي. تعالى اقول لكم عملت ايه الاسبوع ده، يلا بينا. اول حاجه هعملها هي طعميه بالحمص، اللي هي الفلافل على الطريقه الشاميه. علشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي هتلاقوا كل المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف، عشان بس ايه ننجز كده. حطيت ده حمص منقوع، دي كده خضره، كمون وكزبره وملح وفلفل، وحط كده شويه من الميه نحطهم تدريجي لحد بس ما ايه تبقى عجينه متماسكه مع عجينه. بعد ما ضربتها صينيه تدخل الفرن، هستخدم زيت زيتون يعني، وهبدا اشكل الطعميه. لو هتشكلوها بايدكم شكلوها تكون انها تخينه شويه، عشان ممكن نحط كمان شويه من السمسم بدرجه حراره 180 لحد ما تاخد لون كده من فوق وتحت. يلا بينا. ودي كده الفلافل الشامي بعد ما طلعت من الفرن، اخدت لون كده خفيف واستوت. ادوقها، انا اول مره ادوقها في حياتي تقريبا. بسم الله. طعمها فعلا جميل، كريسبي خفيف كده، مقرمشه شويه على فكره، وطريه من جوه، وكمان جربوها فعلا هتعجبكم. دي بقى لسلطه الاسبوع، دي كده سلطه خضار مشوي جديد، ان انا زودت واحد بطاطسايه متقطعه مكعبات صغيره كده. البطاطسايه دي شويتها كده مع الخضار، عشان كنت قايله لكم ان انا عايزه اكل بطاطس جدا، فانا قبل كده عملتها بالبطاطا، المره دي عملتها ببطاطس. الجديد ان انا حطيت توابل البطاطس على الخضار كله دي بقى حيله ذكيه، ان احنا كل ما يكون نفسنا في حاجه نحاول ان احنا نعملها بطريقه كده ايه هيلثي في البيت. كوبايه من الحمص المسلوق. النعناع في السلطه يعني فريشنس كده بيبقى تحفه. وده كده شايفين اصلا السلطه الوانها وشكلها تحفه بجد. ناقص بقى الدريسنج. بعمل دريسنج صوص رانش. انا بحب الصوص الرانش، بيبقى يامي قوي يعني. هحط كده علبه زبادي، توم باودر وبصل باودر وخل، عن ملح. سلطه الاسبوع خلصت. الحاجه اللي بعد كده اللي بحبها جدا وهي سلطه الحمص. هتقولي لي تاني يا هدى انت خلاص ما بقاش عندك محتوى وبتعملي نفس السلطه كل مره؟ هقول لكم لا طبعا. هعمل سلطه حمص بالجزر. دي جزرايه انا سلقاها في ميه مش طريه، يعني هي المفروض تكون مسلوقه كده، يعني نشويها او نسلقها. هحطها مع الحمص وخلطها كويس جدا لحد ما تبقى كريمي. كده شكل سلطة الحمص بعد ما ضربتها. كده سلطة الحمص بقت جاهزة. عملت كمان عجة بالخضار والبيض، حطيتها كده في علبة تلاجة بتبقى خطيرة. كل التحضيرات بتاعة الأسبوع ده أتمنى إنها تكون عجبتكم وإن انتوا تجربوا منها فكرة أو اتنين. وباي.